في ناس شغالين بالحلال وبسم الله ما شاء الله عليهم وبينفقوا في سبيل الله. في ناس بيستغل الشاب اللي جاي. انا عن نفسي اول ما جيت فرنسا هنا، وخليك ورا الناس اللي بتاكل فلوس الناس بالباطل وما تتراجعش. اتقي الله في شغلك، اتقي الله في الباطون انت بتشتغل معاه، عامل ضميرك وخلاه على الله واسعى، وخلي الباقي على ربنا. وانا بشبه الغربه يا اخ حليم، ولا مؤاخذه في الكلمه، يعني بتشبيه منني. انا بشبه الغربه بان احنا كلنا قاعدين على بحر، والبحر ده هو رزق. بنحط السناره بتاعتنا، واحد طلع سمكه كبيره قوي، واحد طلع سمكه صغيره، واحد طلع السناره فاضيه، واحد القراد كل السناره بتاعته. دي فلسفتي في الغربه، دي حاجه في دماغي. مش كل واحد جاب فلوس من الغربه هنقول ده جابها من الحرام. لا، في ناس شغالين بالحلال وبسم الله ما شاء الله عليهم وبينفقوا في سبيل الله وبيتقوا الله في الغريب وبيتقوا الله في الناس، في الشباب اللي جايين. وفي ناس بيستغل الشاب اللي جاي. انا عن نفسي اول ما جيت فرنسا هنا، واحد يعني قريب جدا مني استغلني، لقيته بيحاسبني باليوميه كاني منفر. قلت له لا، ده اليوميه هنا كذا كذا كذا، انت بتحاسبني ازاي؟ فالان واخد بالي، فتراجع طبعا واداني اليوميه اللي يعني المتفق عليه. فانا بنصح الشباب، يا ابني يا حبيبي، انت جيت هنا عشان تقوم اسرتك على حيلها، توقف اهلك، وهي الارزاق بالله. الارزاق بالله فوق كل ده ودي. ما تقوليش انا راجل صنايعي اهوت مثلا، مش هقول لك ممكن العامل يكسب احسن مني، ممكن يقعد شهر واتنين من غير شغل، مش لاقي شغل، وهو بسم الله ما شاء الله شغال على طول. فدي ارزاق وربنا سبحانه وتعالى هو اللي محددها. فنصيحتي لاي شاب، اتقي الله في رزقك، اتقي الله في ابوك وامك. حط ابوك وامك دولت في عينيك. ابوك وامك، ابوك بالذات وامك لو فقراء دقه، تراب جذبتهم كحل في عينيك. ما تستعرش ان ابوك ما يكونش معاه. لا، عمر الفقر ما كان عيب. العيب انك تعمل العيب، العيب انك تشتغل في العيب، العيب انك تحط ايدك في جيب غيرك.